ما قبل مباراة الترجي والأهلي. عندي حالة غريبة تمزج ما بين القلق والثقة. لازم أضيع وقتي قبل المباراة وأطلع أطلع المشاعر اللي جوايا في بوست ناري أو في كلام هنا على وسائل التواصل عشان الوقت يعدي. حد هيقول كل ده على مباراة كرة قدم؟ أرد عليه وأقول له هو في إيه بيسعد أغلبية الشعب المصري إلا الأهلي؟ لو عندك حاجة تانية أقول، بس أنا مش شايف أي سبب للاهتمام بأي شيء أو ترقب أي شيء سوى مباراة الأهلي. ممكن تعتبره ده زيادة أو أفورة، ولكن اللي بيفكر كده يروح يدور على شغفه في مكان آخر. ده لو في حاجة يعني أخرى. عموما هو ده اللي احنا هنتكلم فيه، اللي هو فكرة المباراة وتحليلها وأبعادها المختلفة على كل المستويات. علشان كده اشترك ودوس لايك. المباراة صعبة جدا، وفريق الترجي مش هو اللي يعني سحلناه 3-0 في رادس من سنة ولا 2. لا، الموضوع مختلف. عندهم خط هجوم ناري بيتفوق أكيد على يعني هجوم الأهلي، اللي احنا بنحاول نلبس أي حد يعني يبقى موجود، أو نحاول نحط أي حد يبقى موجود الفترة دي. ففي استحالة في إن أنا أتوقع النتيجة. ممكن المباراة تقلب في صالح الأهلي بكل ظروفها المحيطة. الأهلي ممكن بيعرف يعمل ده في رادس، وممكن مثلا في بعض المباريات تكون انت خايف منها تلاقيه كسبها. كسب الزمالك 6-1، فاز على الهلال السعودي 4-0. ولكن في نفس الوقت ممكن الموضوع يبقى العكس، تقلب سيناريو صن داونز في بريتوريا ونشيل 5. والله اعلم، طبعا ربنا يستر ما يحصلش ده. المباراة دي للأهلي هي مباراة البطولة. الترجي هيهاجم وهينسى ويفتح خطوطه، ودي فرصتنا الوحيدة. لاعبين صراع زي وسام ورضا سليم ممكن يعملوا هجمات مرتدة مميتة، وبالتالي المباراة النهائية هي النهاردة، ولازم الأهلي يفوز بيها عشان يجبر الترجي على فتح خطوطه في مباراة العودة عشان يستطيع تعويض النتيجة ونضربهم بالقضية الفنية. لكن لو الترجي كسب في رادس بفرق 2، المباراة هتكون مباراة العودة صعبة بل مستحيلة. فكولر المفروض أخد خبرة بأفريقيا وهيضرب بأوامر لجنة التخطيط عرض الحائط، وبيشارك في تصميم بدل أي حد. لكن لو عمل غير كده يبقى الراجل ضعيف الشخصية وبيرضخ لضغوط، وأنا أشك إن بالصفقات دي، إن هو بالصفات دي يعني. فلكن أتمنى إن يبدأ برضا سليم لسرعته، وممكن ينزل مثلا يعني أي حد تاني بعد كده. أول مرة يبقى فريق الأهلي مكتمل الصفوف، فياريت بلاش تجارب معملية الحاج موديست، ولا افتكاسات من نوعية عمرو السولية علشان عنده خبرات أفريقية. فالحمد لله إن هو مصاب، أو إن الشناوي ما كانش شوبير لأنه خبرة. طبعا الشناوي خبرة، لكن خلاص شوبير يعني خد الماتشات في البطولة وكمل، فيكمل بقى. الحاجة الوحيدة اللي الأهلي متفوق فيها وهتظهر في الشوط الثاني إن الترجي ما عندوش دكة، لكن الأهلي عنده الشناوي، ياسر إبراهيم، وقفشة، وكهربا، وديانج، وكريم فؤاد، والسولية، وناس كتير، وكتير من التحفظ كريم نيدفيد. لكن مدرب الترجي مضطر يلعب بالتشكيلة دي طول المباراة، لكن كولر ممكن يغير في الدقيقة 60 وينزل فريق جديد بنفس القوة يعني. فعشان كده احنا هنزعل لو الترجي فاز بفرق أكتر من هدف. وهنشوف بقى إن شاء الله بعد المباراة نبقى يعني أكلمك نشوف الدنيا هتبقى فيها ايه.